هعمل معاكم النهارده بقى كيك شوكليت يجنن خطير، وفي دقايق بالظبط هتحضريه. سهل وبسيط وباذن الله هيطلع معاكي ناجح جدا، والطعم ما اقولكوش بقى فلوفلي قوي وخطير وجوسي كده من جوه وطري. وبصوا فيه غناوه الشوكولاته كده تجنن. هنحتاج كيك قنبله الفرات كيك الشوكليت. تمام، ده بيتباع في اي سوبر ماركت. بنزل بكيس الجاهز بالشكل ده، وهنزل عليه بثلاث بيضات بدرجه حراره الغرفه، وكمان نص كوباية من الحليب البارد، ومعلقتين من الزبدة او السمن، اي نوع سمن متوفر عندك. وتضربي بقى ضربا مبرحا زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما القوام يكون فلافلي قوي كده ويكون هش جدا. في الصينية بقى اللي انت عايزاها على حسب مقاس الكيك بتاعك. انا عايزاها ما تكونش عالية قوي، فعملتها في صينية مقاس 22. تمام كده، دهنتها كويس جدا بالسمن ونزلت بالخليط بتاعي. هعمل حركات دائريه بالستيك بتاع الكفته بالشكل ده عشان اضمن كيك مستوي، ما يكونش حته عاليه وحته واطيه. الفرن يكون متسخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف الاوسط، بتاخد ساعه الا ربع بالظبط. بسيبها تبرد تماما على شبكه التهويه بالشكل ده، وابتدي افتحها نصين. عايزه تفتحيها 3 براحتك، كل واحد على حسب راحته. هبتدي ان انا افرغها بالشكل ده. شايفين الكيك هش جدا وفيه فراغات وناجح بطريقه مش طبيعيه. كوبايه بقى من الكريم شانتيه المحلى بالسكر او الخام زي ما تحبي، وعليه معلقتين من الكاكاو. لو هتعمليه خام من غير سكر، هتضيفي عليه ربع كوبايه من السكر البودره، وعليهم كمان كوبايه الا ربع من الحليب البارد او المتلج يعني. وتضربي برضو ضربه مبرحه على قد ما تقدري. عايزين الكريمه تكون بالشكل ده. الكيك بتاعنا بقى ابتدي احطه بالطريقه دي، وابتدي اسقيه بحليب بارد. ما تزوديش قوي، بس الطبقه اللي تحت انا بفضل ان انا ازودها شويه عن الطبقه اللي فوق. ده بيكون شكلها بالظبط. بنزل بقى بشويه من الكريمه بالطريقه دي، وافردها كويس جدا. حابه في المرحله دي تحطي قطع شوكولاته، تحطي اي نوع مكسرات انتي بتفضليها، ده براحتك خالص. هبتدي انزل بالطبقه التانية بالشكل ده. انا عكست الكيكايه، انا خليت اللي فوق تحت واللي تحت فوق عشان تكون مستويه بالشكل ده. هبتدي برضو اسقيها شويه صغيره جدا من الحليب البارد، والخطوه دي بتديها طراوه مش طبيعيه. وابتدي انزل بباقي الكريمه بتاعتي. الجنش بتاعي بقى سهل وبسيط جدا، ومش عايزه اقول لكم بصوا في دقايق بالظبط هتحضروه. بس قبل ما نعملها هنخلص بس الكريمه بتاعتنا ونخليها مستويه كده، ونسيبها في التلاجة مش اقل من ساعه. عايزينها تتماسك عشان نحط الجنش براحتنا. هناخد باكو من الحليب او شوكولاتة الحليب بالطريقة دي اللي هي 200 جرام. هنقطعها بالشكل ده، ونحضر كوباية من الحليب الساخن، وهننزل بيها بالطريقة دي وندوب بقى على النار لحد ما تدوب تماما. حطيت انا كمان قطع من البندق المجروش عليها، بس ده ما تصورش للأسف. تمام، وهبتدي على النار لحد ما ابتدي يبرد تماما. يعني بعد ما بنقلبه ويدوب الشوكليت بيبرد تماما. هحضر بقى اي مصفى او اي شبكة عندك موجودة تحتها صينية، وهننزل بالكيك بتاعنا بالطريقة دي. ده طلع من التلاجة بعد ساعة. تمام، هنزل بقى بالجنش بتاعي. شايفين في قطع البندق ازاي خطيرة بجد تجنن. تقدري تتنازلي طبعا على المكسرات في المرحلة دي. هنبدأ ان احنا نغلفها بالشكل ده. اللي بينزل من الصينية ما بنرميهوش، بنلمه تاني بقى في بولة او علبة، ونحتفظ بيه في التلاجة لأي وصفة تانية هنحتاجها. تبدأي بقى تزينيها بأي حاجة انتوا بتحبوها. انا حطيت فستق، وعملت كمان روزتات من تحت كده وروزتات من فوق. تقدري تبشري شوية شوكولاتة خام عليها من فوق، او اي حاجة انتي بتفضليها، ده براحتك خالص. او شوية سبرينجل زي ما انتوا عايزين. هنسيبها بقى في التلاجة مش اقل من ساعة قبل التقديم. خطيرة يا جماعة، من احلى الكيكات اللي ممكن فعلا تجربوها. بتدوب ذوبان وطعمها غني بطريقة مش طبيعية. خطيرة، هتحسي ان انتي بتاكلي موس شوكولاتة كده، حاجة كده غنية. وعارفين اللي هي الحاجة الريتش قوي دي، خطيرة بجد. جربوها وان شاء الله تعجبكم. انا مروه، لو اول مره تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحه والقناه، وعرفيني على نفسك، وقولي لي من اي بلد انتي بتتابعيني. ولو الفيديو عجبك لايك وشير ليه، وادخلوا في جروب التطبيقات نزلوا صور تطبيقاتكم عليه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. جربوها وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبكم. باي باي.